انت تحديتيني وانا احب التحدي. ليك عندي اجابه على السؤال اكتر من الاجابه اللي انت اصلا تعرفيها او اللي انت درستيها في المدرسه. اي حد عنده سؤال او استفسار يتفضل يسال، حتى لو كان تحت بند التحدي. في خصائص لحاجتين هم المسؤولين عن عدم حدوث العمليه دي. في خصائص للانزيم نفسه اللي انت بتسالي عنه، وفي خصائص للمعده نفسها. طبعا المعلومه اللي عندك وعند معظم من الناس ان المعده مبطنه بجدار بيحميها من هضم نفسها، صح؟ فانا هحاول الخص لك الخصائص بتاعه الانزيم وخصائص المعده بسلاسه وبساطه، واشرح لك حتى الجزء اللي انت تقدر تفهمه، لان في جزء علمي صعب شويه. اول حاجه خصائص الانزيم نفسه. من خصائص الانزيم ده خاصيه اسمها خاصيه الاستقرار، ان هو عنده استقرار وظيفي او استقرار انزيمي ما يخليهوش يتفاعل او يتاثر بالبيئه الحمضيه بتاعه المعده، علشان كده ما بيتفاعلش مع البيئه الحمضيه دي ولا بيهضم نفسه ولا بيهضم المعده. تاني خاصيه عنده خاصيه التخصص، ان هو بيتخصص فقط في هضم وتفكيك البروتين من غير لا يهضم نفسه ولا يفكك جدار المعده. نيجي بقى للمعده. من خصائص المعده ان هي بتمتلك نسيج مخاطي بيبطن او يغطي جدرانها، وده اللي الكل يعرفه، بيمنع ان الانزيمات الهضمه تقدر تهضم النسيج ده، فبالتالي مش هيقدر يهضم المعده. تاني خاصيه في المعده وانزيماتها ان الانزيمات عندها خاصيه التخصص، ان كل انزيم منهم عنده متخصص في حاجه واحده، ان هو بيهضم. يعني في انزيم للبروتين بيهضم البروتين فقط، انزيم للدهون بيهضم الدهون فقط، فبالتالي مفيش انزيمات بتهضم المخاط او النسيج المخاطي ده اللي بيبطن المعده. خاصيه ان هي بتمتلك بيئه حمضيه قويه جدا، لكن ده بالتالي ما بيأثرش على اي عمليات في الهضم. رابع خاصيه للمعده ان هي بتمتلك نفس خاصيه الانزيم اللي كنا بنتكلم عنه، وهي خاصيه الاستقرار، اي انها عندها استقرار ذاتي، ان هي ما فيش انزيم معين بيقدر يهضمها. خامس خاصيه في المعده ان هي عندها حاجه اسمها اليات الحمايه او الاليات الحمائيه. الاليات ديت ان هي بتنتج مخاط وبيكربونات بتقدر تحميها من اي انزيم ممكن يفكر يهضمها او يهضم النسيج المخاطي. ما نقدرش نقول في الحاله دي غير سبحان الله، سبحان من خلق فابدع. كده انا رديت على سؤالك باختصار شديد ووصلت لك المعلومه بابسط صوره. اللي عنده اي سؤال يسال، واللي عنده اي سؤال حتى لو تحت بند التحدي برضه يسال. وزي ما بقول لك دايما، خليك رياضي، خليك صحي، خليك ذكي.